خير يا بابا، كنت عايزنا في ايه؟ تعالوا بس يا بنات كده اقعدوا وانا هفهمكم. دلوقتي يا ليلى انتي ورحاب ما بقيتوش صغيرين. انا قلت اقول لكم انتوا عشان انتوا بنات وهتتصرفوا بحكمة. مرضتش اقول لاخوكوا عشان برضو الراجل غير البنت. البنت عاقلة كده وراسية اكتر. في ايه يا بابا؟ قلقتنا. ما تقلقوش، دلوقتي انا عايزكوا تخلوا بالكوا كويس جدا من تصرفات امكم. والله يصعب عليا ان انا اقول حاجة زي كده عن امكم، لكن انا لازم اقول. امكم بتكلم واحد على التليفون. ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ لا طبعا، مستحيل. انا عارف يا بنات ان الصدمة وحشة، وده كان نفس احساسي بالظبط لما عرفت. بتكلم واحد ومش اي كلام، في كلام فارغ، وفوقها كمان بتقابله في شقة ومعايا دليل بالصوت والصورة. ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ احنا ما نسمحلكش تقول كده عن ماما يا بابا. يا بنات، انا بقول لكم معايا دليل بالصوت والصورة. وفين الدليل ده بقى؟ عايزين نشوفه. الدليل معايا ومستحيل حد يشوفه. انا بس شايله لوقت عوزة، وقت عوزة ازاي يعني؟ تصديقا لكلامي يا بنتي في يوم من الايام. الكلام اللي انت بتقوله ده يا بابا خطير جدا. انت بتخوض في عرضها، انت فاهم انت بتقول ايه؟ يا بنتي ولا باخد ولا بعمل، انا بقول لكم اللي حصل واللي بيحصل واللي مستمر لحد النهارده. امكم اهي بتقول انها راحت تشتري حاجات، الله اعلم هي دلوقتي معاه ولا فين. لا، الكلام ده ما يتسكتش عليه ابدا. ايوه يا ليلى، احنا لازم نواجه امك. لو واجهتوها يا بنات هتنكر. انتوا راقبوها وخلوا بالكم من تصرفاتها، وانتوا هتعرفوا لوحدكم. نواجه مين ونراقب مين؟ دي امي، فاهم يعني ايه امي؟ لو شفت بعيني مستحيل اصدق. براحتك يا بنتي، انا عملت اللي عليا وعرفتكم. انا لو عايش لكم النهارده مش عايش لكم بكره، وده السر كان لازم اقوله، لاني متأكد ان الشخص اللي هي عارفاه ده بيضحك عليها لانه شاب صغير. عيب عليك والله، عيب عليك. كل ده عشان تكرهنا فيها للدرجات دي؟ الحقد والغل اللي في قلبك. فعلا معاكي حق يا ليلى، بابا كبر وخرف. انا ماشيه، مش هقدر اسمع القرف ده كتير. كلمتي مصطفى يا ليلى؟ ايوه، قال مسافه الطريق وجاي. انا مصدومه يا ليلى والله العظيم، من ساعه ما بابا قال الكلام ده وانا مش على بعضي. مين سمعك؟ انا كمان مصدومه. انا الصراحه مش هقدر استنى ولا اسكت. احنا لازم نواجه ماما، لازم نسمع ردها. لازم تقولنا لا طبعا مفيش الكلام ده. لازم نرتاح لما يجي مصطفى بس ونسأله، هنشوف هنعمل ايه. ايه يا بنات، في ايه؟ خضتوني. تعالى يا مصطفى شوف المصيبة اللي احنا فيها. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ابوك نادانا انا وليلى الصبح وقال عايزنا في موضوع مهم. لما قعدنا معاه قال لنا امكم بتعرف واحد وبتكلمه وبتروح له الشقة. نعم؟ بابا قال كده؟ اه والله يا مصطفى قال كده. وازاي انتوا تسمحوا له يقول الكلام ده على ماما؟ ما انتوا عارفين المشاكل اللي ما بينهم، وهو طول عمره بيحاول يكرهنا فيها. لا تكونوا صدقتوا. لا 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 يا مصطفى، احنا ما صدقناش، بس احنا مصدومين لمجرد بس التخيل، مش قادرين نتخيل. هي حصلت يعني يتبلى عليها كده ويتهمها في شرفها؟ الراجل ده اتجنن خالص، انا رايح ابهدله. استنى يا مصطفى استنى. ايه في ايه؟ مصطفى بابا بيقول ان هو معاه دليل صوت وصورة. لما قلنا له ورينا الدليل قال لا مش هوريكم. طب ما هو طبيعي ما يوريناش عشان هو اصلا ما فيش دليل. يستنى بس عليا. مصطفى، ايه يا ابني انت لسه جاي ولا ايه؟ اتاخرت قوي بره، دي الساعه 5 الفجر يا ابني. بقول لك ايه، ما تخلينيش اعلي صوتي، امي نايمه جوه. قوم لي كده واقعد لي بقى وصحصح لي. طالما متعصب كده يبقى اخواتك قالوا لك وانت عايزهم يخبوا عليا. انا ما رضيتش اقول لك انت، قلت اقول للبنات عشان هم اعقل منك. لكن انت مجنون، ممكن تعمل مشاكل. لو فاكر ان انا هعمل مشاكل مع امي تبقى غلطان. انا هعمل مشاكل بس مش مع امي، معاك انت. انت شكلك اتجننت. شكل كده الادويه اللي بتاخدها للقلب وللسكر وللضغط اثروا على مخك، خلوك تخرف وتتخيل حاجات وتيجي تحكيها لنا. ربنا يسامحك يا ابني. انا مقدر الصدمه اللي انت فيها، وانا قلت لاخواتك ان انا معايا دليل بالصوت والصوره. انا الكلام وكان صعب عليا ان انا احكيه، ما بالك بقى ازاي هوريكوا امكم بالصوت والصوره وهي في اوضاع مخله. اخرس. سيبني يا اخرس ابني قطع سيبني. لسانك. انت ازاي تقول كده على امي؟ انا مش هسمح لك تقول نص كلمه على امي، فاهم ولا لا؟ لو سمعتك بتقول الكلام ده تاني ولا بتهلفظ بالكلام ده وديني ما انت قاعد فيها. ايه الجميل بيعمل ايه؟ يوه يا مصطفى، خضتني يا ولا. يا اختي بطه بتتخضي يا اختي. كتك ايه؟ بقولك ايه يا امي، انا عايزك في موضوع كده. خير يا ابني، في ايه؟ مش هينفع نتكلم كده واحنا واقفين في المطبخ. تعالي اوضتي. ماشي. يلا تعالي.
بصي يا امي، اللي انا هقوله لك ده مش عايزه ياثر عليك خالص، ولا تزعلي ولا تضايقي نفسك ولا اي حاجه. انا هتصرف في الموضوع ده وهاخد لك حقك كمان. انا بس بمهد لك عشان ما تتخضيش. في ايه يا مصطفى؟ قلقتني يا ابني. بصي يا امي، امبارح ابويا قعد مع اخواتي وقال لهم قال لهم ايه؟ قال لهم يا امي ان انت بتكلمي واحد في التليفون وبيقول معاه دليل بالصوت والصوره والكلام ده. ايه اللي انت بتقوله ده يا مصطفى؟ ابوك بيقول عليا كده؟ للدرجه دي؟ معقول؟ ليه؟ وصلت معاه للدرجه دي يشوه سمعتي؟ حرام عليه، ليه؟ اهدي يا امي، اهدي لو سمحتي عشان نعرف نفكر ونشوف حل للموضوع ده. انا مش بحكي لك عشان تعيطي، اطمني. انا واخواتي طبعا مستحيل نصدق حاجه زي كده. انا مش عليكوا يا ابني، انا مش بعيط عليكوا. انا عارفه ان انتوا ما تصدقوش عليا حاجه زي كده. انا بس بفكر ازاي ابوك يفكر في التفكير ده، ازاي لسانه وطوعه يقول حاجه زي كده عليا. بقى بيعاملني اسوأ معامله طول حياته. وانتوا صغيرين كنت انا انزل واشتغل واحط القرش على القرش لغايه ما اشتريت الشقه دي اللي نقعد فيها بعد ما كنا متبهدلين في الايجار. كان يضرب فيا ويبهدل فيا ويهني قدام الناس، واسكت واستحمل عشانكو. وعمري في حياتي ما فكرت اطرده من الشقة. عاملة حساب العشرة والعيش والملح والأطفال اللي ما بينا، وبقينا عايشين 10 سنين زي الأغراب في شقة واحدة بس زي الأغراب، كل واحد ينام في مكان. وقلت معلش كله يهون عشان ولادي، عشان يكونوا متربين مع أب وأم في نفس البيت. وفي الآخر يطلع عليا سمعة زي دي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل. وقلبي يقول معاه ده ليه صوت وصورة كداب. طب هو فين؟ ليه ما ظهرهوش وما طلعهوش ليكوا تشوفوه؟ عشان هو كداب. عشان خاطري يا امي ما تعمليش في نفسك كده، عشان خاطري دلوقتي يا امي. ايه رايك لما نطرده من الشقه؟ اها. نطرده من الشقة؟ لا يا حبيبي لا، انا مستحيل اعمل كده في ابو ولادي. مهما كان عمل فيا، مهما افترى عليا وشوه سمعتي قدامكم، انا مستحيل اعمل كده فيه واطرده من الشقة. ملوش غيرنا يا ابني. يا حبيبتي يا امي، للدرجه دي قلبك طيب؟ بقى ابويا يعمل فيكي كل ده، يضربك ويهينك ودلوقتي يتبلى عليكي ويفتري عليكي ويشوه سمعتك، وبرضه مش عايزه تطرديه وزعلانه عليه؟ ابويا ده ما يستاهلكيش ابدا يا امي. انت ازاي اصلا كملتي معاه كل ده؟ اهو اللي حصل يا ابني. ما تقلقيش يا امي، انا واخواتي هناخد لك حقك. هيعيش معانا زي الكلب، محدش هيعبره ولا يرمي له لقمه حتى ولا بق ميه. وفعلا احنا مش من مصلحتنا ان احنا نطرده بره الشقه، لانه هيدور ويلسن ويحكي الكلام الفارغ ده لكل العيله. فاحنا نخليه يعيش معانا ونعلمه الادب بان احنا نتجاهله. اتقلب السحر على الساحر، عمل كل ده عشان يكرهنا فيكي ونكرهك، وحصل العكس تماما، بقينا نكرهه ومش طايقين نبص في وشه. المهم انت يا امي اوعي تزعلي. اتكلمت مع ماما يا مصطفى؟ اه اتكلمت معاها، وانا كنت متاكد اصلا ابوكوا بيفتري عليها. بجد يا مصطفى؟ يعني كل الكلام ده طلع كده؟ طبعا يا بنتي، انا اصلا اتكلمت معاها مش عشان اواجهها، عشان اسالها هنعمل ايه معاه. طب صح يا مصطفى، هنعمل ايه معاه؟ انا قلت لها نطرده من الشقه، هي رفضت طبعا عشان امي اصيله، قالت مش بعد العشره دي كلها حتى لو عمل معايا ايه عمري ما هطرده. وبيني وبينكم وانا قلت برضو موضوع ان احنا نطرده من الشقه ده برضو هيبقى يعني مش كويس عشاننا، علشان ابوكي مش هيسكت، هيفضل يقول الكلام ده لكل العيله. طالما اتجرأ واتكلم مره هيتكلم الف. طب هنعمل ايه يا مصطفى معاه؟ انا بصراحة مش طايقة ابص في وشه. مين سمعك؟ ولا انا كمان. ولا انا طبعا. انا قلت لامكم احنا هنتجاهله تماما، ولا كانه عايش معانا في البيت عشان يحرم ويكون عقاب ليه. صح يا مصطفى، ولا اكل ولا شرب ولا هناوله حتى كوباية مية. يروح بقى يطفح بره ملناش فيه، ولا ايه يا مصطفى؟ ايوه طبعا. اوعى حد فيكم يعمل له اي حاجه، لا اكل ولا شرب ولا غسيل ولا مكوى ولا اي حاجه، ولا حتى هنكلمه. لازم يندم ويعرف غلطه، هنقهره ونحسره على حاله. صباح الخير يا ولاد. وبعدين في اللي نايم ده صاحب زمانه جاي، يا دي الفضايح بقى. انت يا راجل انت، اصحى يلا. يوه. اوه مصطفى. اه ما بتجيش بالذوق انت، يلا قوم من هنا عشان صاحبي زمانه جاي. حسبي الله ونعم الوكيل.
الشاي يا ماما. شكرا يا عيوني. بقولك يا ماما، احنا هنسيب بابا كده؟ ماله يعني داخل في اسبوع كده حرارته ما بتنزلش، واحنا معندين معاه يا ماما، ولا عايزين ناكله ولا نشربه ولا حتى بياخد دواء. نعمل له ايه يعني؟ سيبيه. ايوه بس انا خايفه يحصل له حاجه، لو حصل له يعني احنا مالنا؟ واحد كان تعبان واتكل. رحاب معاه حق يا ليلى. واحد زي ده بعد اللي قاله عليا ما يستاهلش حتى نديله بق ميه. انا مرضتش اطرده، بس مش معنى كده ان انا بقى اهتم بيه. مش عارفه يا ماما. طب ايه رايك نكلم عمتي تيجي بقى تاخده عندها البيت وهي بقى تهتم بيه؟ لا لا لا، مش عايزين نكلم حد. ليه يا ماما؟ طالما احنا يعني مش هنهتم بيه، هي بقى تاخده تهتم بيه على الاقل، يعني لو حصل له حاجه يبقى ضميرنا مرتاح. قلت لا يعني لا، ما تكلموش عمتكم. ليلى ما تعنديش، اسمعي كلام امك. مش قادر يا ولادي، السخونية هتموتني. آه. يا ليلى يا بنتي اعملي لي حاجة سخنة، الله يخليكي يا رب. مش عايز لا أكل ولا حاجة، أنا بس عايز حاجة سخنة تدفيني. مش قادر، جسمي كله متكسر. عايز بس يا ابني مسكن ولا حاجة يريحني شوية من الألم اللي حاسس بيه. امشي يا ليلى ورايا. اوكي يا حياتي، خلاص على ميعادنا يا حبيبتي. تمام. يلا باي يا روحي. ايه ده، انت بتعمل ايه هنا؟ أنا يا بنتي بس كنت عايزك تتصلي لي بعمتك، عايزة بس تيجي تاخدني. عمتي مين؟ انا معرفش اي حد من عيلتك، ولا معايا رقم حد منهم. اتفضل اطلع بره اوضتي. كتر خيرك يا بنتي، كتر خيرك. ايه القرف ده؟ ناقصني انا. محمود، مالك يا اخويا؟ تعالى تعالى ادخل. مالك يا حبيبي؟ ايه اللي حصل لك؟ يا لهوي، ايدك متلجة كده ليه؟ تعالى تعالى ادخل. اقعد يا محمود اقعد. وحشتيني يا سعاد. وانت كمان يا حبيبي، بس ايه اللي انت فيه ده؟ مالك وشك مرهق كده ليه وخاسس وايدك متلجة؟ مالك؟ على اللي حصل لي يا سعاد واللي ولادي عملوه فيا. احكي لي ايه اللي حصل. هحكي لك. ايه يا محمود، لسه نايم؟ اصحى يا حبيبي، حضرت لك الفطار يا محمود. وبعدين بقى في الدلع الماسخ ده هرش عليك ميه يا محمود. محمود، لا يا محمود، لا 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 لا, لا. ما تسيبنيش لوحدي يا حبيبي. مين؟ عمتي سعاد؟ اتفضلي اتفضلي اقعدي. انا مش جايه اتضايف يا بنتي. خير، جايه ليه؟ جايه اعزكي في ابوكي. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ بقول اللي سمعتيه. ايه يا ليلى، في ايه؟ عايزه ايه دي كمان؟ ابوكي توفى. امتى ده حصل؟ من 3 ايام. وابوكو كان موصيني قبلها بفتره ان انا معرفكمش لو في حاجه زي كده حصلت، عشان ما تحضروش جنازته. ابوكو زعلان منكو قوي، مات وهو قهران منكو. الله يرحمه. هو ربنا رحمه، بس انتوا ما رحمتوش. امكو فين؟ ماما مش في البيت. مصطفى اخوكو فين؟ وانت بتسالي ليه؟ آن الأوان بقى تسمعوا الدليل اللي أبوكوا كان مخبيه عليكم. هو أبويا مات وانت جاية تكملي الهرتلة بتاعته؟ اتفضلي لو سمحتي بره، احنا عارفين كل حاجة عن أمنا ومش محتاجين أي دليل. على الرغم من أبوكوا قال لي اوعي توريهم أي حاجة، علشان كان بيحب أمكوا قوي وما كانش عايز أبدا يصغرها قدامكم، لكن هو اضطر يقول لكم لأن اللي هي تعرفه ممكن جدا يضحك عليها وياخد فلوسها. برضه هتقولي اللي هي تعرفه؟ اسمعي يا بنتي، أنا مش جاية أجادلكوا، أنا جاية أرجع حق أخويا اللي اتظلم ومات مقهور من تصرفاتكم. الدليل معايا في إيدي، ومش هتكلم ولا نص كلمة غير لما يجي مصطفى. يا ستي ما تقولي وتخلصينا بقى، هو لازم مصطفى يعني؟ يا رحاب لازم مصطفى. ولا صحيح أمكم فين لحد دلوقتي؟ أمي عند خالتي، بنت خالتي عازمة خطيبها وأهل خطيبها وهي بتساعدهم في العزومة. عزومة هو مصطفى جه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير، في ايه؟ أبوك توفى يا مصطفى. ايه؟ امتى ده؟ من 3 أيام يا ابني. اه. ماشي، وبعدين يعني؟ ماشي وبعدين يعني؟ بقولك أبوك توفى.
هو ده رد ده؟ انتوا ايه للدرجة دي؟ ما بقاش عندكوا ذرة ضمير ولا إنسانية؟ بقولك ايه يا عمتي؟ بقولك ايه انت يا مصطفى، انا سبق وقلت لاخواتك انا مش جايه اجادل، انا جايه اخد حق اخويا واسمعكوا بودانكوا وساخة امكوا. احترمي نفسك. هو انت يعني عشان عمتي هسكتلك تشتمي امي؟ ايه يا محمود ده؟ انت بتراقبني؟ هو ده اللي فارقلك؟ اني براقبك واللي جوه الفيديو ده مش انتي؟ انا حرة، دي حرية شخصية. يعني ايه حرية شخصية؟ ده اسمه زنا، اسمها خيانة. لا ما اسمهاش خيانة. انا وانت منفصلين عاطفيا وجسديا وكل حاجة من 10 سنين، مش من حقك تحاسبني، اعمل اللي انا عايزاه. ده يديك الحق انك تعملي حاجة حرام وتمشي مع واحد من دور ولادك؟ عموما انت لو وريت الفيديو ده للولاد انت مش هتستفيد حاجة، لاني هشردك، هطردك من البيت، هتبقى في الشوارع. البجاحة واصلة معاك انك عايزة تطرديني من بيتي؟ ما بقاش بيتك خلاص، مش انت كتبتولي باسمي، معنى كده انه بقى بتاعي، بقى ملكي، هطردك زي الكلب ومش هتلاقي مكان تروحه. عموما حتى لو هددتيني انا عمري في حياتي ما هوري الفيديو ده لولادك، عمري ما هصغرك كده قدامهم، عمري ما هخليهم يستحقروكي. اللي ممكن اعمله اني اقول لهم بس عشان تعبي وشقاية ومجهودي اللي عملت بيه الشقة دي ما يروحش لواحد غريب صايع حقير قذر. انا ما اسمحلكش تتكلم عليه كده، ولا لا؟ كفاية كفاية، مش عايز اسمع. انا الفيديو كمان معايا يا ابني، لو مش مكتفيين بالصوت ممكن اوريكم الفيديو. لا لا، انا مش عايز اشوف حاجة، مش عايز اشوف حاجة، مش عايز، لا 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 لا، مش عايز، لا لا لا. خلاص بقى يا مصطفى، هتفضل عامل في نفسك كده لحد امتى؟ سيبيني يا ليلى، سيبيني، انا عايز اموت عند ابويا، عايز اروح عند ابويا. لسه بتعيط يا مصطفى؟ قوليله يا عمتي، قوليله ده مموت نفسه. خلاص يا حبيبي ما تزعلش، ابوك خلاص مش زعلان منك، مش انت خلاص صدقته وسبته البيت عند امك وجيتوا عشتوا معايا؟ خلاص يا حبيبي هو خلاص فرحان بيك وحاسس بيكوا. بس انا مش فرحان ولا اي حاجة، انا عايز اموت، عايز اموت.